ملخص الكلام سمي الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. السماء مش هتمطر لك ذهب وفضه، امال ايه؟ السعي. هات اخرك، اعمل عليك وهات اخرك. الناس بقى انت عايز تبقى مختلف في حياتك، ناجح كويس، مستور الحال، ميسور الحال، وصلت الحلم او تارجت معين، سبحان الله. طالما عايز تبقى مختلف في حياتك يبقى كواليسك مختلفه، اللي ورا الكاميرا مختلف، اللي ورا عيون الناس مختلف، ابتلاءات شويه وشويه صعاب شويه مختلفه، فتحملها وزق نفسك وعافر طالما تقدر. في ناس برضو عشان ما تاذيش نفسها وتتعب قوي، انا مثلا خلاص لا انا عامل عمليه ولا حاجه بس هقوم واكمل عشان الجوع عافر. لا، طالما الدكتور قال لك لازم ترتاح، لازم كذا لازم كذا، اسمع كلامه مفيش مشكله. بس في اوقات انت وانت عارفين ان انا اقدر ازق نفسي شويه، اقدر اعافر شويه، عافر. اما كنتش تعافر على اللي انت عايزه او على مستقبل، او تعافر عشان حلم، او تعافر عشان حاجه نفسك فيها، هتعافر امتى؟ اما كنتش اصلا لازم تعافر عشان رضا ربك. ما هو يسالك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، الطالب مسؤول عن دراسته وده شغله، الشاب الراجل اللي في بيته، اللي في موظف في شركه، حياتك وايامك مسؤول فيها عند ربنا سبحانه وتعالى. ملخص الكلام ان ما كنتش تسعى اصلا وتضغط نفسك شويه علشان ربنا يرفعك درجات في الدنيا وتكون في حال افضل في الدنيا ويرفعك درجات في الاخره، لان ده في ميزان حسناتك. الاثنين شوفها، الاثنين دنيا واخره. هتسعى لايه؟ ولا تضغط نفسك لايه؟ ولا تعافر في ايه؟ ولا تزق نفسك في ايه؟ ولا تتحمل في ايه؟ انا كماجد امام بقول لك برضو الطلاب اللي بيحبوني ما تزعلش ان انا بتك على نفسي وجيو طالع تعبان النهارده، ولا يهمك يا باشا، فكك من دي خالص. ليه يا باشا؟ ما انا واقف هنا انا فرحان بنفسي اني بعافر، واقف هنا ربنا شاهد ان انا بعافر، فده في ميزان حسناتي. واقف هنا انا مطالب ان انا اكمل السيزون ده واكمل السنه دي واكمل المراجعات، وانا نازل بكره محافظات ممكن لو ما لسه ممكن اروح لهم بدي، لو العلاج لسه ما خلصش ممكن اروح لهم بقى عادي واصور عادي واكمل عادي. مطالب ان انا اعمل ده بقوه وبمعافره، والطالب ملوش ذنب ان انا اجل له حاجه ولا الغي له حاجه ولا اثر في حاجه، لازم اجيب اخري. مطالب ان انا اطلع من السنه دي ربنا راضي عني وانا راضي عن نفسي. بقول لك ايه وبقول لك ايه من الاخر، انتوا عايزين حاجه معينه ادفعوا ثمنها. ايه ده؟ ادفع ثمنها مجهود وسهر وتعب وزق نفسك. لحد امتى كسلك هيفضل كسرك؟ ولحد امتى شهواتك وملذاتك والراحه هتفضل واخداك؟ ولحد امتى انت وانتي هتفضلوا نتمنوا بس انا اتمنى حياتي تبقى احسن وبعمل لهاش، اتمنى انجح وما اجيب مجموع كبير، وبرده توفيق من عند ربنا. انت ممكن تعمل اللي عليك وربنا ما يعوضكش في الثانويه، بس يعوضك بعد الثانويه في شغل ولا في حياه ما تعرفش، الله اعلم. بس لحد امتى عايز حاجه معينه وما تدفعش ثمنها؟ لحد امتى عايز اكون مميز في كارير معين ولا وظيفه معينه ولا بوزيشن معين وانا اوريدي اصلا بشتغل نفس عدد ساعات غيري، ما بسهرش اكتر، ما بتعبش اكتر، بسعاش اكتر؟ لحد امتى عايز تشتغل؟ ماليش دعوه فرص الشغل كتيره وقليله، مش قصتي، ما كلنا في هذا الموقف، ببدايات حياتنا كلنا في هذا الموقف بندور على شغل، وانت بتبعت السي في بتاعك للشباب، بتبعت السي في بتاعك في مكان وبتيأس، وغيرك بيبعت السي في كذا شركه ويعدي على مسؤولي الشركات يحط السي في بتاعه، طبع كتير يا جدع، يحط السي في بتاعه في مساحات العربيات بشوفها، وينزل بوستات ويسال ده ويسال ده ويروح شركات ويترفض ويروح تاني ويترفض. لحد امتى عايز تبقى مختلف وحياتك مختلفه ومميز في حياتك وكواليسك عايزها كلها راحه وانتخه؟ ازاي؟ رب الكون اللي حاطط القوانين هو كله توفيق وتيسير من عند ربنا، بس رب الكون اللي حاطط القوانين عايز يشوفك بتسعى يقوم ييسر لك، عايز يشوفك بتحاول وتحاول وتتعب وتحاول وتفشل وتقوم وتقع، عايز يجي يشوفك بتجيب اخرك ويفتح لك مره واحده. خد بقى رزق، خد توفيق. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. لما تضيق قوي اعرف انها تفرج قوي، بس لما تضيق قوي، لما تتعب شويه يا صاحبي، لما تتعب شويه، وكل ده في ميزان حسناتك. انت اصلا لو كل حاجه سهله بالنسبه لك هتبقى الحياه بالنسبه لك سهله وتافهه وملاش قيمه. اكبر نسبه انتحار في العالم بتكون في الدول المرفهه جدا، سويسرا ومش عارف فين وباريس ما مرفهين، موفرين كل حاجه. انا مليت الحياه ايزي او سهله الى حد كبير يعني، مش قصتنا في تفاصيل، بس يعني نسب خش وسرج. طيب الواحد بقى لما يدفع ثمن حاجه او يحاول، هنا المتعه. لا يا عم انا عايزها جاهزه على عيني وراسي، بس المتعه باحساس بنفسك. افهم المتعه، وكمان وانت اصلا عندك ابتلاءات وتعبان وبتزق نفسك في حاجه شبه كده، ولا بتزق نفسك او بتزق ظروف اسريه، او بتزق خنقه في البيت، او بتزق ان الناس بتكسر مقاديفك وانت بتحاول تقاومهم او ما تركزش في كلامهم. كلنا عندنا حاجات تنغص علينا حياتنا، ولكن انك تزق نفسك وتعافر من الاخر، اللي هو يا دنيا هات اخرك، انا في وشك انا مكمل، عارف اللي هو هات يا دنيا كمان هاتي انا مكمل، اخرك هاتيه. طالما عندي ابتلاء كبير ربنا هيديني قدره ان انا اعديه. ما هو رب الابتلاء هو رب القدره، هو رب القوه، هو رب الطاقه، هو رب الرزق، هو رب الفرج، هو اللطيف، هو الكريم، هو الجبار يجبر الخواطر، هو صاحب العوض، هو السميع البصير، هو اقرب اليك من حبل الوريد. زي ما في ابتلاءات في رب اللي شايف وشاهد، وربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه بشقائك وتعبك وابتلاءاتك؟ لا ينفعه عبادتك ولا يضر معصيتك ولا تنفعه شقائك وابتلاءك، يبقى هو بس عايز يشوفك هتصبر ولا تشكر، فيقوم يديك دنيا واخره. اجمد وكمل في اي مرحله من عمريه، انت ولا هي. النجاح والله طعمه حلو، المعافره طعمها حلو، واوعى لما تقع ولا تنكسر ولا تفشل في حاجه تقول ما هو ما حاولت وفشلت. انت فشلت لما ما حاولتش، حاولت وفشلت ووقعت وقمت، انت كده ناجح.